لكم ضمن نظام الطيبات، اعمل لكم توست دقيق الحبه الكامله. التوست ده بصراحه خطير وجميل وانا بعمله على طول وبيطلع يعني جميل. عامله قبل كده برده بدقيق الحبه الكامله، عامله العيش، فالعيش طالع في منتهى الجمال، طبعا كله فوائد ووقايه من الامراض وحاجات جميله. انا قلت في الفيديو وان شاء الله اسيبه لكم برده في صندوق الوصف. فالنهارده هنعمل مع بعض بقى وهنعمل مع بعض التوست بطريقه جميله وسهله وبسيطه وما فيهاش اي تعب ومش بيجيب معاكي. بره بصراحه بتروحي تجيبيه غالي، لكن في البيت بتعمليه طبعا زي ما بقول على طول بطريقه انضف واحلى واحسن، وبيطلع ارخص، يعني بتوفري في الاخر. قبل ما نبدا بقى الفيديو ما تنسوش طبعا الاشتراك واللايك، واهم حاجه طبعا تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا حبايبي اول حاجه بنحضرها في التوست اللي هو دي الحبه الكامله. اول حاجه اللي هي ايه؟ البوله. فالبوله دي بتكون كبيره عشان تريحك في العجن، لما تيجي تحطي الدقيق ما تنطوش منك بره ويطلع بره، فبتعجني براحتك يعني. فده الدقيق بقى الحبه الكامله اللي احنا بنجيبه على طول، ده ما يخلصش من البيت، يعني كل ما يخلص او مثلا خلي عندك زياده وبتعملي بيه كل حاجه. فده طبعا قلنا قبل كده وقايه من الامراض وفيه الفيتامينات كلها، وطبعا احلى من الدقيق الابيض اللي بيعمل برده بيعلي السكر وبيعمل امراض ويعمل مشاكل ياما. فده بصراحه، وبعدين ده اللي عامل دايت بيشبع، ما بتاكليش منه ياما، انما الابيض يعني اي انسان بياخد منه كتير لانه ما بيشبعش. طبعا نظام الطيبات، فطبعا ده حاجه جميله وحاجه حلوه وقايه من الامراض. فهنفتح بقى كيس الدقيق وهناخد المعيار الدقيق الحبه كامله هنا في البوله وهنحطها مع بعض. طبعا هناخد 4 كوبايات من دي، نص كيلو دقيق، هنحط كده مع بعض. طبعا خدنا 4 كوبايات دقيق زي ما انتم شايفين كده، حطيناهم هنا في البوله، وادي كيس الدقيق. طبعا اتفضل منها وتنفع في البيت في كل حاجه. طبعا احنا حطينا الدقيق هنا في البوله زي ما انتم شايفين 4 كوبايات يعني نص كيلو دقيق. هناخد هنا طبعا في الصحن ده كوبايتين ميه، فهندفيها حاجه بسيطه مش هنسخنها قوي عشان ما تفسدش الخميره. نجيب الخميره هناخد زي معلقه كده كبيره زي ما انتم شايفينها كده، هننزلها في الميه الدافيه كده. طبعا حطينا الخميره في الميه زي ما انتم شايفينها كده وهندوبها، وبعد كده هنحط زي معلقه سكر كده اهو، هنحطها على الخميره عشان السكر بيخلي الخميره تتفاعل معاها فبتخمر بسرعه. يعني متقلقوش من ناحيه السكر، لان السكر بالنسبه معلقه نص كيلو مش هتاثر ومش هتبان خالص، بس هي بتخلي التوست يعني ناجح، لان بتخلي الخميره بتتفاعل شويه. ادينا دوبنا الخميره زي ما انتم شايفين كده مع السكر مع ميه دافيه، وهنسيبها على جنب كده تخمر شويه. وبعد كده بقى هنيجي للدقيق هنا وهنحط نص معلقه بيكنج باودر كده زي ما انتم شايفين اهو، نص معلقه بيكنج باودر اهي. بعد كده هنحط رشه ملح كده صغيره كده. احنا هنا قلبناهم مع بعض عشان كله يخش في بعضه، يعني يبقى كله متقلب. فبصراحه يعني اللي بيتبع نظام الطيبات او بيستخدم العيش او توست او اي حاجه فيها دي الحبه الكامله، مش شرط يكون بيعمل رجيم يعني عشان يخس. بيعمل رجيم ويخس، فالحاجات دي بتفيده، لكن برضو اللي خايف على صحته، اللي عايز وقايه من الامراض، اللي مناعته ضعيفه، اللي عشان الصحه تبقى عموما صحه يعني جيده وحلوه، فبيستعمل بصراحه بيدخل في نظام الطيبات. فبصراحه حاجات جميله وحاجات حلوه ومفيده للجسم وبتمنع الامراض وتقوي المناعه. فبصراحه الدكتور ضياء العوضي وجهنا حاجات جميله نعملها واحنا ماشيين عليها، والحمد لله يعني حاسين بتحسن واحسن من الاول. فان شاء الله لو مشيتوا مثلا على التوست، انا عامله العيش زي ما قلت قبل كده، في حاجات ياما بتتعمل بدي الحبه كامله طبعا نفس النظام يعني، فحاجات جميله وحاجات حلوه ومفيده بتاكل من الامراض. فطبعا اللي خايف على صحته فبيتجه للاكل الصحي، بيتجه للحاجه المفيده، الحاجه اللي بتمنع الامراض، مش بيروح للحاجه اللي هي تزود الامراض. فبصراحه الحاجات اللي احنا بنستعملها في نظام الطيبات حاجات جميله ومفيده ومفيده للصحه عموما يعني. طبعا كنت عامله طبعا فيديو قبل كده عن طبعا اللي عايز يعرف نظام الطيبات ايه الحاجات المسموحه وايه الحاجات اللي مش داخله في النظام، كل حاجه قايله عليها بسيبها لكم في صندوق الوصف. ايه الاكل اللي يتاكل في النظام وايه الاكل اللي خارج النظام، فانا كنت كل ده قايلاه في الفيديو. دلوقتي بقى حبايبي الخميره خمرت اهي زي ما انتم شايفينها، فهنقلبها بقى على الدقيق اللي هو الحبه الكامله كده زي ما انتم شايفين اهو. فهنا بقى هنحط معلقه خل عشان الخل ده مفيد قوي بالنسبه للتوست، بيخليه هاشش. نحط بقى معلقه عسل اسود، يعني ممكن معلقه عسل اسود، ممكن دبس الرمان زي ما انت عايزه، بس العسل الاسود بصراحه اهو زي ما انتم شايفينه بره بتحس بطعم التوست بيخليه كراميل ويخلي طعمه جميل بمعلقه العسل الاسود دي. ففي دي برضو من التكات اللي هي الحلوه اللي هي بتتعمل فيها التوست. نقلب كده كله مع بعض وبعد كده هنعجنهم هنا بقى بايدينا كده زي ما انتم شايفين لحد ما نلم العجينه
تقعدي فيها 10 دقايق. واي حاجه فيها مخبوزات عيش او حاجه من دي لازم تقعد تعجني فيها كتير عشان تديكي نتيجه يعني كويسه. دلوقتي بقى حبايبي بصوا عجناها ازاي، لمت اهي وبقت كويسه. فهنعجن فيها برضو تاني عشان طبعا قلنا العيش او التوست او اي حاجه فيهم عايزه عجن، عايزه عجن. فاحنا هنشيل ونعجن فيها برضو زي ما انتوا شايفينها كده لحد ما تبقى كويسه. هنا بقى حبايبي عجناها زي ما انتوا شايفينها كده. هنجيب بقى ربع كوبايه زيت كده زي ما انتوا شايفينها ونحطها على العجينه كده وبعد كده نعجنها تاني. فالزيت بصراحه بيساعد على ان التوست ينجح يبقى حلو. ودلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين كده ادينا عجناها كلها. بصوا لمت ازاي، بقت حلوه. فهنمسكها بقى اهي، هنمسكها نكورها كده. بعد ما نكورها كده ونحطها في قلب البوله اللي احنا ماسكينها اهي، شايفين ازاي. فهنسيبها بقى كده ونسيبها زي ساعه مع نفسها كده لحد ما تخمر. وهنغطيها بحاجه وبعد كده نغطيها بفوطه. فطبعا هنغطيها كده من على الوش كده. المهم لا ضوء ولا هواء يدخلوا لها عشان تبقى ايه تنجح في التخمير بتاعها. وهنجيب حاجه كده من على الوش كده ونغطيها بعد ما سيبناها ساعه تخمر. اهي ادي شكلها دلوقتي اهي، بصي خمرت ازاي. فهنطلعها بقى على حاجه كده زي دي، نسلكها كده ونطلعها نحطها على حاجه على سطح كده نفرده زي ما انتوا شايفينها اهي. فدلوقتي بصوا اهي فردناها بقى زي ما انتوا شايفينها كده مستطيله اهي. بعد كده هنعملها على 3 ماسكينها كده اهي، هنقوم عاملينها كده اهي. وبعدين نقوم جايبين الجزء التاني ده حرف نقوم عاملينه كده زي ما انتوا شايفينه. قفلنا اللي هو الحروف دي كده. فهنفردها بقى مع بعض كده اهي، تيجي كده. بعد كده ما فردناها زي ما انتوا شايفين كده فهنمسكها بقى نبرمها مع بعض او نحطها كده فوق بعض كده اهو. ونعملها زي الساندوتش كده، نفردها اهو كده اهي. ندخل من جوه هنا ونفرد اهو ايوه، هنفردها كده مع بعض. دلوقتي بقى بعد ما لفيناها كده زي ما انتوا شايفينها ساندوتش. فهنمسكها بقى ايه نقفلها من هنا كده عشان ما تفكش معانا واحنا بنحطها في الفرن اهي كده. تقفليها فتبقى ايه ماسكه معاكي. طبعا احنا عملناها كده زي ما انتوا شايفينها وقفلناها عشان نحطها في قالب الانجليش كيك. وبعد كده حطينا زيت في القالب كده زي ما انتوا شايفينه وهندهنه بالفرشه اهو عشان خاطر ايه ما تلزقش معانا. ومن الجوانب برده كده اهو زي ما انتوا شايفين. فبقت كلها كده بصوا مدهونه ازاي. فهنشيلها بقى ونحطها فيها وكده بقى زي ما انتوا شايفين. حطيتها في قلب القالب سيبها ساعه الا تلت لحد ما تخمر تاني وبعد كده هنغطيها. ودلوقتي بقى خلاص احنا خلصناها وسيبناها في القالب. فهنجيب بقى نغطي عليها جامد كده زي ما انتوا شايفين. هنشد عليها الغطا جامد عشان ما يدخلهاش اي هوا خالص يبوظ العجينه. خلاص زي ما انتوا شايفين غطيناها، ما خليناش اي هوا يدخل عليها خالص. وبعد كده طبعا تمنع عنها الهوا والضوء. فده منعنا الهواء. بعد كده نحط عليها فوطه عشان نمنع الضوء من عليها كده زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين كده بصي خمرت ازاي وبقت ملو القالب وشكلها جميل جدا وحاجه نظيفه وحاجه جميله وغير كده مفيده وصحيه تبع نظام الطيبات. فحاجه يعني جميله ان شاء الله كده بالهنا والشفا للكل اللي هيعملها. كده بقى نفك الغطا اللي عليها ده عشان طبعا احنا شغلنا الفرن سخنيه في الاول شويه وبعد كده هندخلها على الفرن بقى وهتشوفها لما تطلع. بصوا ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله حاجه جميله وخمرت على الاخر خالص اهي. بصوا ايه رايكم اهي. وان شاء الله كده هيطلع معانا احلى توست كده وخطير وشكله جميل. وان شاء الله كده لما تعملوه بالفايده كده ان شاء الله يعني حاجه كلها فوائد وحاجه طبيعيه جميله. دلوقتي طبعا هنجيب بقى الوش بتاعه وندهنه بقى زيت كده باي فرشه عندكم. ممكن تحطي ميه ممكن تحطي زيت. طبعا احنا ما بنحطش لبن فهنحط له ميه لا زيت عشان بعد كده هنحط عليه بقى ايه حبة البركة فيمسك فيه في الوش وغير كده يحمر الوش شوية. تدهني اعملي بالراحة برضو عشان خاطر الايه الوش ما يعني العجينة ما تهبطش منك. انا دهنة هنا زيت جوز الهند، يعني ممكن تدهني زيت زيتون زيت جوز الهند اي زيوت عندك فبتدهني منها تعملي الوش عشان ايه تحطي عليه حبة البركة. طبعا هيمسك فيه مش هيقع. فايه رأيكم كده؟ هنحط بقى شوية حبة البركة عليها
طبعا حبة البركة ليها فوائد وحاجات جميلة برضو، ففايدة جميلة، وفي الآخر بتديها شكل جمالي جميل. أو بصي زي ما انتوا شايفينها كده. ايه رأيكم بقى؟ فهندخلها بقى الفرن وتشوفوها لما تطلع كده بإذن الله. لو وصلتوا لحد هنا كده اللايك والاشتراك، واهم حاجه تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ودلوقتي بقى ده شكلها النهائي بعد ما طلعناها من الفرن. ايه رايكم فيها؟ شكلها جميل، وبعدين ريحتها بصراحه روعه وخطيره خطيره. فدلوقتي مش هنقدر نطلعها الا لما تبرد من القالب، يعني هي بتستوي في قلب القالب برضو حتى ما تطلعيها لان القالب سخن، فبتستوي فيه. فهنسيبها لما تبرد وبعد كده هنطلعها وتشوفوا قلبت وبقى شكلها جميل وخطير وريحتها روعه. بعد كده بقى هنسيبها لما تبرد كده يجي ساعتين، ونحط عليها فوطه لحد ما تبرد خالص، وبعد كده بقى هنقطعها مع بعض. ودلوقتي بقى بعد ما سيبناها يعني تبرد ساعة كده او ساعة وشوية، فبعد كده عشان لا ايه اما تيجي تقطعيها ما تتفرفتش منك او تتقطع، فهنقطعها مع بعض دلوقتي. دلوقتي هنقطع كمان واحدة معاكم بقى عشان تشوفوا شكلها خطيرة جدا وجميلة، وسيبناها مبردة عشان نتمكن منها ونعرف نقطعها. وريحتها روعة خطيرة خطيرة، لو عملتوها هتحبوها قوي، وبعدين مفيدة زي ما قلنا وحاجة جميلة ومفيش أحسن من كده يعني، وأحسن من تجيبيها بره بتبقى غالية، فدي يعني بتوفر معاكي كتير. دلوقتي يا جماعة بصي بعد ما قطعنا، بصي من جوه عاملة ازاي هشة وجميلة وطرية، وريحتها خطيرة خطيرة وجميلة، وقبت معانا خالص عشان طبعا الحاجات حطيناها فيها، فبصراحة قبت وطعمها جميل وخطير.